غريبة قوي قصة حياة البطل ده. بيقوم الصبح بدري كل يوم عشان يلحق مواصلاته أو أتوبيس الشغل أو حتى يركب عربيته، ويتزنق في الزحمة فيكمل نوم. ما عدا اللي سايق يا عيني يروح الشغل ويطلع عينه في مشاكل الشغل عشان يحلل المرتب اللي بيقبضه أو مشاكل من اللي معاه في الشغل، ويخلص ويتزنق نفس الزنقة في المروح فينام برضه. وبعدين يا دوب يوصل البيت وياكل لقمة، وبعدها يلاقي نفسه يبتدي يفكر في الاقساط والجمعية والبيت والمصاريف والمدارس والمصيف، فيتعقد ويمسك الموبايل يتلهي بيه شوية. وبعدين يقرر ينزل على القهوة شوية، وهناك يلاقي مشاكل تانية بتتحكي ويقول أنا أصلا مش ناقص، ويروح البيت عشان لازم ينام بدري علشان عنده شغل ويوم هو هيتعاد بنفس تفاصيله. لازم يصحى بدري علشانه يصحى الصبح بدري عشان يلحق مواصلاته أو أتوبيس الشغل ويتزنق في الزحمة ويكمل نوم. بس أنا عايز أقولك اهدى 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 كده يا بطل، واركن على جنب وبطل، وتعالى اسمع الكلمتين دول لعلهم يكونوا في مصلحتك. اهلا بيك يا اخي الانسان من اي مكان، مهما كان شكلك لونك اصلك تفكيرك، زعلان حتى كنت او فرحان، برحب بيك. بيقولوا لرفع مستوى السعادة في حياتك تعلم 3 هوايات: هواية تجلب لك المال، هواية تجلب لك الصحة، هواية تجلب لك الراحة. If you love what you do, you don't have to work for the rest of your life. إذا أنت تحب عملك فلن تحتاج إلى العمل بقية حياتك، لأنه عملك صار متعة. كل واحد فينا في مجتمعنا دلوقتي بقى بيفكر بأسلوب اللي هو كله إلا الوظيفة والمرتب ده اللي فاتح البيت يابا، وإن معلش استحمل الشغل مهما كان عشان الدنيا تفضل ماشية وهي مرضية. أنا ما بقولش إن كل الكلام ده غلط، وإن في ناس كتير اضطرت لكده حسب ظروف حياتها، لكن الأغلب كان بحكم توريث الثقافة، لأن كل أسرة دلوقتي بتربي ولادها على ثقافة وعرف واحد من زمان، وهو لازم تجيب مجموع كويس عشان تشتغل شغلانة كويسة تقبض منها مرتب كويس وتعيش مرتاح. وفي الآخر ممكن يلاقي نفسه أصلا شغال عند واحد مكمل تعليمه بالعافية أو من غير تعليم خالص، بس الراجل ده الدنيا علمته درس تاني خالص في الحياة، قدر من خلاله إن هو ينجح ويوصل إنه يكون صاحب المكان اللي شغال عنده، صاحب المجموع والشهادة الكبيرة ده. وبرضه دي مش قاعدة، لكن ضغوط الأسرة والمجتمع بتكبت الأحلام والطموح. زي مثلا انت راجل مهندس ما ينفعش تبقى حاجة تانية، او محاسب او محامي او دكتور، ازاي عايز تروح وتشتغل شغلانة اقل منك؟ لا لا لا، بلا طموح بلا بتاع. If you decide that you will be poor, there's nothing I can do. You're gonna be poor. If you decide to be rich today, who gonna stop you? Who? If you decide you want to be rich, all you gotta do is start. Why not? Who gonna stop you? Unless you tell it to the wrong person. Mama, listen to me. I'm going to be rich. Anybody rich in this family? Go in there and sit down somewhere. Get yourself a good job. Oh, Mama, you must be right. No, Mama could be wrong. Because what you have in your imagination, God didn't show it to your mama. I'm sorry. He showed it to you. وفي فعلا اللي بيصمم على قراره وينجح ان هو يعمل الحاجة اللي هو بيحبها، لانه ببساطة دي حياته، ويا اما ينجح ويا اما يفشل. وفي اللي بيستسلم ويعيش بقى في الوظيفة اللي هو مجرد بيأديها عشان مسؤول عن بيت وأسرة، وهو نفسه مش مبسوط وعايش حياة مش حياته، ورغم انه برضه بطل وبيضحي وعايش بالحلال عشان خاطر مسؤولياته، اللي انه دايما سرحان ومش عايش مع اللي حواليه، عشان في عقل باله دايما متخيل حياة وشغل تاني ونجاح كان نفسه يعيشه ويحققه، وبالتالي زعله من الواقع اللي عايشه مؤثر على شكله وتعاملاته مع الناس حتى مع أسرته وبيته. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job. And our family had to do whatever we could to survive. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. لو جينا كده وفكرنا وسألنا ليه كل الناس بتحب مسلسل لا أنا أعيش في جلباب أبي، رجالة وستات؟ طبعا ببساطة الستات علشان خاطر كشري فاطمة وقصة حبها مع عبد الغفور اللي استمرت المسلسل كله، وعبلة كامل وإبداعها في المسلسل ده. لكن أغلب الرجالة في بعد تاني خالص بيحبوا المسلسل ده علشانه هو الحلم اللي كل واحد بيعيشه في خياله، وهو رحلة ونجاح صعود عبد الغفور اللي كان مجرد عامل بيشيل ويحط في ورشة، إلا إنه قرر إن هو ما يستمرش إن هو يكون عامل ويبقى عنده طموح ويحط القرش على القرش ويفتح ورشته، وبحبه في المجال وطموحه وسعيه الحلال قدر إن هو يبتكر في مجاله وينجح فيه ويبقى أكبر تاجر في الوكالة، ويبقى عنده عمارة وعربية ويعيش عيلته في مستوى كله بيحلم بيه. وده بالظبط اللي كل الرجالة الطموحة قايمة نايمة بتحلم بيه تحققه في يوم من الأيام.
لا وفي الاخر ابنه العاق ما يعجبوش كل ده ويروح يتجوز على غير ارادته واحده من امريكا عشان تيجي تقول له مستر هجة عبد الغفور. A lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed three times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. Yeah, sorry now. I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I don't think in this world there are a lot of people be rejected more than 30 times. If we, the only thing we never give up. The only thing we're like a Forrest Gump. We keep on fight. We keep on change ourselves. We don't complain. Whether you were successful or not successful, I find that people, when they finish the job, if they make the mistake, if they fail, if they always complain to others, this guy will never come back. If the guy only check himself, yeah, something wrong with me here, something wrong with me there, this guy has a hope. وهنا نيجي لقصة الكولونيل كنتاكي، أو لا هو الحقيقة اسمه الكولونيل ساندرز. تعرف إن ساندرز مؤسس مطاعم كنتاكي قبل ما يفتح مطعمه الأول اللي حقق معاه النجاح ده كله من بعده اشتغل 6 شغلانات، بداية من عامل في مزرعة، اشتغل في فرقة للإطفاء في السكة الحديد، اشتغل سواق مركب وفي بيع الكاوتش وفي التأمين وكمسؤول في محطة خدمة العربيات. كل ده خلى سنه لحد ما جه يفتح مشروعه الأول واللي فضل طول عمره مهووس بيه وبطريقة قلي الفراخ الجديدة اللي هو اخترعها تقريبا عنده 50 سنة. يعني اتنقل بين وظائف كتير جدا، لكن حلمه وشغفه بالطبخ وافتتاح مطعمه ما سابوش وفضل عايش للحلم ده لحد ما حققه. وعلى الرغم ان هو بعد ما حققه قابل مشاكل وعقبات كتيرة جدا كانت كفيلة انها تنهي على مطعمه وحلمه، لكن اتجاوزها ونجح في شغفه وغير حياته. وتوفى ساندرز وهو عنده 90 سنة سنة 1980، عاش فيهم أحلى أيامه آخر 40 سنة، وعاش معاه سلسلة مطاعم بتخلد اسمه وصلت ل 11,000 مطعم حوالين العالم. طبيعي جدا إن مهما كان المستوى اللي انت وصلت له في الوظيفة اللي انت عايش بتأديها وخلاص عشان مسؤولياتك، هتمنعك في يوم من الأيام إن انت تفكر في الشغف والحلم والحاجة اللي انت حابب إن انت تعملها في حياتك. وانا هنا مش بقولك ان يلا هوب سيب وظيفتك وروح اشتغل الحاجة اللي انت بتحبها او افتح المشروع اللي انت بتحلم بيه وان الحياة ساعتها هتبقى بالنسبة لك بامبي وهتحس بالراحة والسعادة خلاص. لا طبعا، لان كلنا مبدئيا لو سيبنا وظايفنا وكلنا فتحنا على سبيل المثال مشاريع وكلنا بقينا بيزنس مان، امال مين اللي هيشتغل؟ وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ لأن المجتمع والحياة قايمين على الموظفين، وطبعا لأن الوظيفة مهمة جدا في بداية حياة كل رجل أعمال، لأن هو لازم بيتعلم من الوظيفة وبيكتسب خبرته منها. وبصرف النظر عن الوظيفة أو الشغل الحر، عايز أوضح لك إن زي ما المشاكل والمصايب بتحصل في حياتك كفتنة من عند ربنا بيمتحنك بيها وبيمتحن صبرك وإيمانك حسب الآية الكريمة، الراحة برضو ما بتتحققش لمجرد ان انت تشتغل المهنة اللي انت بتحبها سواء وظيفة او شغل حر. انت تعبتني معاك بصراحة، يعني اعمل ايه بالظبط؟ خليني في الشغلانة اللي انا فيها ولا اسيبها واروح اعمل الحاجة اللي انا بحبها؟ يعني اعمل ايه بالظبط عشان احس ساعتها بالسعادة والتغيير واعرف ساعتها اغني براحتي اغنية حياتي بقت اجمل كتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. حاضر. أنا من رأيي إن زي ما أنت بتصبر على المشاكل والمصايب اللي بتحصل لك في حياتك وواثق إن كل ده بيبقى خير من عند ربنا ولمصلحتك، زي بالظبط لما تيجي تفك قيود الحياة اللي أنت عايشها غصب عنك وتحولها واحدة واحدة للحياة اللي أنت نفسك تعيشها، خاصة في الشغل أو المهنة اللي أنت حاسس بجد إن أنت عايز تشتغلها، سواء بقى كحرفة أنت عايز تتعلمها من على النت أو تنزل أرض الواقع وتتعلمها وتبتدي كموظف في الأول، أو مجال وظيفي أنت عايز تشتغل فيه.
بس خلي بالك، لان انت هتقابل مشاكل وعقبات كتير جدا في المهنة الجديدة دي، لان مش لمجرد ان انت بتحبها اول ما هتشتغل فيها هتبقى محترف والكينج كونج بتاعها. لا، لازم تبتدي زيك زي اي حد لسه مبتدئ، بيتعلم ويجاهد ويسعى ويصبر لحد ما يبقى احسن ويبقى ناجح فيها. وعلى الرغم من ان المشاكل والعقبات دي ممكن تبقى كتير، الا انك هتواجهها وتفكر تحلها بكل وجدانك وانت سعيد ومبسوط، لانك بتكتسب منها خبرة، عكس مشاكل الشغل القديم اللي حتى لو كانت صغيرة كانت بتسبب لك ازمة ونفسك تتحل من نفسها النهاردة قبل بكرة. ولو بتقضي في الشغل الجديد ده 12 ساعة انت متقضيهم وانت مبسوط وحابب ان انت تطور في شغلك اكتر، عكس برضو الشغل القديم اللي لما كنت بتقعد فيه ساعتين كنت بتبتدي تعد امتى اليوم ده هيخلص. If you don't like your job, if you don't like the work you do, working 2 hours a day, you feel very bad. If you love your jobs, people like me, if I love the job I'm doing, I love the things I'm doing, 10 hours a day, 15 hours a day, it's nothing. وطبعا بعد كل السعي والصبر والجهد اللي انت بذلته ده عشان تبقى دايما احسن ومتطور في شغلك وفي المجال الجديد ده، هتلاقي زي ما بيقولوا كده الفلوس هي اللي بتجري وراك، لانك بقيت احسن واحد في مجالك، وبالتالي ازماتك المالية هتلاقيها كلها بتتحل تلقائي. عشان كده لازم تسعى، لا تسعى، لازم تسعى دايما انك تعيش الحياة اللي نفسك فيها وتغير اللي مش عاجبك في حياتك، بس برضه في ظل حدود ديننا الاسلامي واحترام المجتمع والناس. سواء كنت راجل كبير او صغير عنده مسؤوليات او شاب لسه مقبل على الحياة، الفرصة دايما موجودة طول ما فينا نفس وعايشين. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. وده بياخدنا لقصة الراجل الياباني أندو موموفوكو. وطبعا أنا هقول موموفوكو بس عشان اسم أندو ده صعب أوي. باختصار، موموفوكو ده هو اللي اخترع الاندومي أو الشعرية اللي هي سريعة التحضير. وحابب برضه أوضح في الفيديو إن أنا ما بشجعش على الاندومي ده ولا بشجع أكلها، إلا إن قصته ملهمة جدا لأنه اخترعها وهو عنده 84 سنة. متخيل صديق المشاهد واللي عنده 30 أو 40 أو حتى 50 سنة بيقول خلاص بقى هو ده حال الدنيا ومفيش فرصة للتغيير؟ متخيل ممكن النجاح والعالمية تيجي إمتى للإنسان؟ وعلى الرغم بقى إن الراجل ده من صغره وهو بيشتغل شغل حر وكان باني مصانع وكان على طريق النجاح فعلا، لكن جات الحرب العالمية التانية في اليابان ودمرته شغله تماما، والراجل ده كمان اتسجن في حياته مرتين ظلم. وكل المشاكل والعقبات اللي قابلته دي كان ممكن تديله عذره عادي جدا ان هو يستسلم ويعيش حياة عادية زيه وزي اي حد غيره من غير اي شغف للنجاح. على الرغم من كده قرر وصمم ان هو يوصل للهدف الشخصي ليه، وهو الوصول لاعلى درجات النجاح والغنى. فلك ان تتخيل ان اول اختراع نودلز او الاندومي اللي عمله ده حقق مبيعات بعد اول 5 سنين من اختراعه بس كانت 4.3 مليار ين ياباني. وختاما، حاول تغير حياتك مرة و2 و100، وافضل حاول، لان مهما كان احساس فشلك في محاولاتك قبل ما تنجح باصرارك اهون كتير من الندم اللي ممكن يموتك بالبطيء لانك ما حاولتش. عارف في قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح بيقول لك النجاح قد يؤدي الى نجاح اخر، صح ولا لا؟ مظبوط. والنجاح قد يؤدي الى الفشل، هذا ممكن يتغير، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. يتغير او يظهر او الاحداث تتغير، ولكن الفشل ضروري للنجاح المتزن. فلولا وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمه؟ لولا وجود الفشل ليه مكان لنجاح قيمه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان مع العسر يسر، فلولا وجود العسر ليه مكان لليسر معنى، ولولا وجود عكس المعنى ليه مكان للمعنى معنى، فلولا وجود الفشل ليه مكان للنجاح معنى. فبالنسبه لي الفشل لازم عشان اكون افضل في حياتي، وتمشي في الدنيا تبص وراك تقول تعرف ياه انا تعبت وانا استحقها. فلو كنتش وقعت كذا مره يبقى الواحد لما ينجح مش هيلاقي طعم للنجاح. ولما تنجح فعلا وتعيش الحياة اللي انت اخترتها وتخلص في المهنة اللي انت بتحبها وعايز تشتغلها، هتحس ساعتها فعلا بالراحة والسعادة اللي هتقدر توهبها لكل اللي حواليك، لان ببساطة فاقد الشيء لا يعطيه.
عشان كده خلي الشيء ده هو التحرر والنجاح والشغف والسعادة في الدنيا، وإنك تواجه مشاكلها وتكون مستعد لها دايما، لأنك اخترت حياتك وعرفت إن الإيمان والثقة بالله ثم الثقة في نفسك وفي نجاحك في اللي انت اخترته هو أصل الحكاية، والفرق بين بطل عايش وخلاص وبين بطل عايش لشغفه وحلمه وحققه وحقق معاه السعادة ليه والكل اللي حواليه. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطموك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم